كلنا نعرف شنو يعني جريمة بشعة، وإنما غريبة بطريقة ما تنفهم. بس شنو ممكن يصير إذا كانت الجريمة مو فقط بشعة؟ هسه خلونا احنا وياكم نتعرف على هاي القصة. بعام 2018 حصلت جريمة بدولة الإمارات وتحديدا بمدينة العين، جريمة بشعة وغريبة جدا تجردت منها الإنسانية، والقاتل كمل حياته. شاب اسمه محسن مقيم بدولة الإمارات وتحديدا بأبو ظبي، يشتغل هناك وعايش حياته. ومع مرور الوقت شاف فرصة عمل لأخوه محمد حتى يشتغل هناك، وبالفعل وصل أخوه محمد واستقبله هناك محسن. ومع مرور الوقت بدأ محمد يتأقلم على الوضع وبدأ يفهم الشغل، وهنا تعرف على ابنية اسمها ياسمين، انعجب بها وهي هم بادلته الإعجاب، تشتغل طباخة بأحد فنادق دبي. وهنا ياسمين ومحمد صاروا ما يتفارقون أبد، ومع مرور الأيام كبرت العلاقة بيناتهم لدرجة صار محمد يبات وياها بشقتها. وهنا محمد وعدها بالزواج وقال لها لازم تصبرين عليك على مود أرتب أموري ونشتري بيت ونتزوج. لكن هذا الصبر اللي وعدها به شوية طول. خلال هاي الفترة كلها محمد كان يقول لها بس صبر علي شوية، واستمرت علاقتهم 7 سنوات لحد الآن. كش ما جمعت اصبري لي يا بنت الحلال. بمعنى محمد كان عايش عندها بشقتها وكانت توكله وتشربه، وطول هاي الفترة ياسمين كانت تصرف على محمد وسددت له ديون وتساعده بأي شيء يحتاجه. كل هاي المساعدات حتى تمشي أموره ويتزوج في أحد الأيام، وتحديدا بسنة 2018 اتصلت أم محمد وقالت له خلاص ما ناوي ترجع. طبعا خلال هالوقت محمد كان يتواصل ويا أخوه اللي عايش بأبو ظبي، ورتب أمورك على مود ترجع ونزوجك إياها، لأن أني لقيت لك عروسة وهاي العروسة هي بنت خالة. وهنا محمد بعد هذا الكلام كله يروح لياسمين اللي هي حبيبته ويصارحها بهذا الكلام اللي قالت له أمه. وهنا ياسمين انجنت وقالت له أنا قضيت عمري أصرف عليك وقعدتك وياي وصرفت عليك وسددت لك ديون، والله لو واريك نجوم الظهر. واشتد النقاش بيناتهم، وهنا دخل محمد حتى ينام ويا ريته ما نام. وهنا بلش الخصام، وهي بعد ما تأكدت محمد نام وراح بسابع نوم راحت مباشرة للمطبخ حتى تجيب السكين، وهنا ضربته بالسكين حتى ما قدر يتحرك ويدافع على نفسه. ضربته لحد ما فارق الحياة، وبعد ما قتلته مباشرة أخذت جثته للحمام، واستمرت عدة أيام بتقطيع الجثة. وبعدها جابت جدر كلش كبير حتى تسلك الجثة، وصارت تاخذ قسم من لحم محمد حتى الثرمة ولحم الخروف، لأن فصلت اللحم عن العظم. وبما أنه هي طباخة خلطت لحم محمد ولحم الخروف وسوت مكبوس لحم تتبرع به للعمال اللي يشتغلون بصف بيتها، ووزعت عليهم الأكل. وبعدها تخلصت من باقي أجزاء اللحم اللي كانت كلش قليلة، لأن الباقي طبخته. بهاي الحالة هي ما مسوية أي شيء. هسه بعد هاي الحادث راح نجي الأخو محسن اللي هو يصير أخو الضحية محمد. مثل ما قلت لكم ببداية القصة، ذكرت لكم انه التواصل بين محمد ومحسن كان جدا قليل، لكن بعد ما اختفى محمد هنا محسن بدأ يفتقده، يتصل على تليفونه يلقاه مغلق، بقى يتصل اسبوع، شهر، 3 اشهر، الى ان اتذكر اخوه محمد هو يحب وحدة اسمها ياسمين. وهنا محمد يتجه لياسمين حتى يسألها على محمد، لكن ياسمين تنكر انه محمد صار له فترة هي ما شايفته. هنا بعد ما نكرت ياسمين محمد راح اتصل على الشرطة الإماراتية، وهنا بدورها الشرطة الإماراتية تفاعلت ويا الإبلاغ وبدت بالتحري واتهم ياسمين بشكل مباشر. بعد البحث اكتشفوا انه محمد ما زال بعده بالإمارات، استدعوا ياسمين بالتحقيق، وهنا ياسمين نكر، لكن الكلام ما يمشي على السلطات الإماراتية وخلوها تمشي، لكن هي تحت المراقبة لأنه بالأساس كان واضح عليها الارتباك. وبعد فترة من الزمن اتفاجأت ياسمين أنه السلطات الإماراتية هي على الباب،
وجاية تفتش من جديد. وبعدها مباشرة دخلوا البيت ياسمين وفتشوا لكن ما لقوا أي شيء. شوية وأحد الضباط كان يبحث بداخل الخلاط ويحثر على ضرس بشري، وهنا كانت الصدمة ومن سألوها صرفت الموضوع ولا كأنه أكو شيء. حالوا الضرس والخلاط للفحص الجنائي وبعدها ثبتوا انه هذا الضرس هو ضرس بشري، هو يعود للمجني عليه محمد. وهنا تنهار ياسمين والذب اللي ببطنها وتحكي وتعترف بالقصة، وبعدها حالوها للمحكمة تم الحكم عليها بالإعدام، لكن ما أعرف إذا تم إعدامها أو لا. أهل الإمارات اللي يعرفوا بهاي القصة خلي يفيدنا. هسه لهنا وصلنا وياكم نهاية هاي القصة. إذا تحبون هيك قصص اكتبوا لنا بالتعليق.